السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل الفتة المصرية العظيمة دي. انا ببقى محمصة العيش ده، وريتكم قبل كده. بقصقصه مثلثات كده وبحطه في الفرن. برش عليه ملح وفلفل واحط عليه معلقة سمنة بلدي والفه كده في السمنة وادخله الفرن يتحمص، وبيبقى موجود على طول على طول عندي في صينية. حتى لو حبينا ناكل منه ونغمس يعني منه اي حاجة، احنا بنحب العيش الناشف عموما. دول شوية لحمة كده حلوين، لحمة شمبري. انا الاول بدي اللحمه صدمه في الحله، يعني اسيبها تسخن كده واديلها صدمه من غير اي حاجه ولا ايدام ولا اي حاجه خالص. ولما تبتدي تنزل ميتها وتبتدي تقل الميه بتاعتها شويه، ابتدي ازودها بالميه السخنه، بحط لها ملح وفلفل اسمر والورق الراولي والحبهان. انا ببقى طحنه كل ده. بس هنا اول ما نزلت الميه بتاعتها ببتدي انزل عليها بالكاتل. انا مسخناه ميه بتغلي، ما تحطيش ميه ساقعه ابدا على حاجه سخنه على النار، الا حاجات معينه يعني. بصي بقى، انا اللحمه بتاعتي عشان تستوي مسافه نص ساعه تكون استوت، انا عندي سر بقى مش عارفه الناس تعرفه ولا لا. بصي، ده البذر بتاع البلح بتاع رمضان، التمر. انا يعني بفصص البلح دايما، بشيل البذر بتاعه ده، ودايما احطه كده مع اللحمه او مع الكوارع. بتستوي بسرعه قوي قوي بسبب البذر ده، جربيه كده. انا هنا حطيت التوابل اللي قلتلك عليها. اول ما شلت اللي رفعت الريم من على اللحمه على طول بروح حاطه التوابل فورا. بصي بقى، وببقى حاطه البصله طبعا مع اللحمه من الاول. بصي، المهم قوي ان انت تشيلي الريم من على اللحمه. في ناس بتحط معلقه سكر، برضو ما فيش مشكله، بتسوي اللحمه. بس البذر بتاع التمر انا بصراحه جربته ممتاز، جربيه مش هتندمي. الرز بقى بتاع الفتة انا بحب دايما احط له الشوربه بتاعه اللحمه، ما بحطش ميه. انا بحط الشوربه وهي سخنه مغليه، بعد ما اخلص بروح حطاه، وبحط معلقه سمنه فلاحي كده وملح وفلفل اسمر. طبعا بيبقى رز طعم قوي قوي ده، وانا مخصوص لازم اعمله للفته بالشكل ده. بيبقى شارب من طعم اللحمه، بصراحه بيدي طعم جميل يعني. هسيب الرز بتاعي هنا لما يتشرب وهوطي عليه النار، وهعمل التومه بتاعتي. بحط شويه سمنه بلدي برضو، واحط التومه بتاعتي. اول ما تبتدي تصفر كده شويه هبتدي احط ملح برضو، فلفل اسمر. انا بحط معلقه سكر في الرز، سواء بتاع فته او مش بتاع فته، لازم احط معلقه سكر صغيره كده. مش بتسكر الرز بس، بتديله طعم حلو قوي. جربي معلقه السكر دي، حلوه قوي في معظم الاكلات انا بحطها على فكره. زي ما الملح بيتحط في كل الحلويات، برضو السكر بيتحط في معظم الاكل الحادق بتاعنا يعني. البصلة هنا انا مش عارفة معلقة ليه على البصلة. الثومة هنا اول ما ابتدت تصفر ابتديت احط لها حوالي ما يقرب من معلقة كبيرة من الخل، كوباية كبيرة من الخل. وبزود بقى بالشوربة بتاعت اللحمة، وهبتدي ارص الصينية بتاعتي. هنا بصي، العيش ده جاهز زي ما قلتلك. انا بسقيه الاول بالشوربة. انا ما ببلش الفتة بتاعتي واغرقها شوربة، عشان احنا مش بنحبها تبقى مليانة شوربة، واللي حابب ده بياخد في الطبق بتاعه ويعمله كده لوحده يعني. لكن احنا بصي هنا عادة انا بحط شوية عيش كده، وبحط عليهم طبعا هم انا بللتهم بالشوربة كده بالخل والثوم، وببتدي احط شوية رز وبعدين اقلب ده الاول مع بعضه. العيش هيطرى من الرز السخن، فتبص تلاقيه طري من غير ما يكون، والرز طبعا مفلفل من غير ما يكون غرقان بالشوربه. يعني احنا متعودنا ناكلوها كده يعني. في ناس بتحب تبقى الشوربه دي عايمه كده على الوش، اللي بيحب بياكلها كده زي والدتي مثلا، لازم تحط شوربه لحد اخر الطبق. فاللي بيحب كده طبعا بتبقى قدام منه سلطانيه الشوربه بتاعته، يحب ياخد يشرب بالطريقه اللي تريحه. بس انا بعمل دي الفته بتاعتي اللي معتمداها بقالي سنين. وبعدين انا بحب احط بقى على الفته بتاعتي في كتير، زي الناس القاهريين مثلا في القاهرة بيحبوا يحطوا صلصة، او في معظم
البلاد عندنا بيحطوا صلصة، لا احنا كاسكندرانية ما بنحط الصلصة على الفتة. انا عن نفسي بحط الزبادي. الزبادي بتخليها خفيفة خفيفة وطعمة جدا جدا. وجربيها بطريقتي وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. استناكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.